والحقيقة بأن عدد مرات الرئيس بومدين بين التزامه بالتحرير الافريقيه. يعني فيه يعني لاحظت انا شخصيا كامين عام مساعد للمنظمه الافريقيه، لاحظت بعض الاشياء اللي لم تتكلم عليها ولا الصحافه ولا الاذاعه. مثلا في سنه 74 كنا في اجتماع منظمه الوحده الافريقيه في مقديشو. وكان علينا التصويت على أمين عام جديد، وكان صار نوع من النزاع ما بين المترشح الصومالي وهو يقول بأنه مسلم وإلى آخره، ومترشح آخر يعني من كامرون وهو مسيحي. يعني صارت القضية قضية يعني مبنية على التخلف الديني. فهذا واسمحوا لي على الكلمة، هذا السخيف جوزيف ديجيري موبوتو اللي سمى روحه من بعد سيكو، لكن هو أصلا اسمه جوزيف ديزيري، آخر الكلمة ويقول فيها بالنسبة إلى هذا لازم نأخذ بعين الاعتبار بأنه في منظمتين: منظمة الوحدة الأفريقية البيضاء شمال الصحراء، ومنظمة الوحدة الأفريقية الصحيحة وهي المنظمة السوداء من جنوب الصحراء. فرد عليه فورا الرئيس بومدين فقال لهم: أنا أولا بأدي أن نؤكد أن شخصيتي الجزائرية مبنية على أمرين: على عروبتي وعلى أفريقيانيتي. إني عربي بالنسبة إلى الثقافة أو لغتي الرسمية، وفي نفس الوقت أنا إفريقي من جذوري يعني الأصلية. ودار يعني الكلام باللغة الفرنسية عشان موبوتو يفهموا مليح. قال له: Je suis arabe par mon éducation et je suis africain par mes racines. Et si l'on me force au choix malheureux entre l'un de ces deux piliers de ma personnalité, eh bien je choisirai l'Afrique. يعني ونظن الناس صفق يقولوا يعني هذا يبين بين الجزائر وعلى رأسها بومدين دولة حقيقة وأولا دولة إفريقية.